فعلا اصدار الايفون 15 الجديد مش طبيعي يا جدعان. هنشوف فعلا ابديتس في كل حاجه في الايفون 15 الجديد. النهارده كان مؤتمر ابل بتعلن فيه عن الايفون 15 الجديد، فتعالى اقول لك ايه اللي حصل في المؤتمر. انا متحمس جدا الصراحه بسبب الطفره اللي هتقدمها شركه ابل في الايفون 15 الجديد. تحديثات كتير جدا ومهمه ومحمسه بطريقه غبيه. هم تقريبا اتكلموا في كل حاجه تخص الايفون 15 الجديد. فقبل ما نبدا كده في اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي واعمل لايك وسبسكرايب كده بالحب يا باشا. ومن غير كلام كتير كده يلا بينا نبدا. باختصار كده اتكلموا او اطلقوا في المؤتمر ده عن اكتر من منتج، الحقيقه مش الايفون 15 بس. خلينا نبدا كده بالايفون 15. الايفون 15 يا باشا بيتميز بديزاين جديد تماما عن الاجيال اللي فاتت. كده هنشوف هو بيتميز بايه دلوقتي. مبدئيا ظهر الايفون 15 العادي والبلس مصنفر، ودي حاجه انا شايفها خرافيه فعلا. واخيرا مش هنشوف النوتش اللي كان اكبر من حياتنا ده في سلسله الايفون 15 نهائي. يعني حوار النوتش اللي كان موجود هنا ده اتشال فاهم رسميا من ابل. هو الدايناميك ايلاند الحقيقه كان الشيء الوحيد اللي بيميز الايفون 14 برو والايفون 14 برو ماكس، وكانت حركه الصراحه صايعه جدا من ابل، بس للاسف كانت حصريه بس للموبايلات الاغلى في السعر. ففكره ان الاوبشن ده موجود في كل الايفونات الجديده فدي حاجه كويسه جدا من ابل الصراحه. اما بالنسبه للشاشه فهم هنا بيقولوا ان الشاشه اوليد سوبر ريتينا اكس دي ار 60 هرتز مع سطوع بيوصل ل 2000 نيتس تحت اشعه الشمس. طبعا ده هيكون ضعف الايفون 14 العادي مع حجم شاشه اكبر. الايفون 14 6.1 انش تقريبا، 15 هنا 6.7 انش. وطبعا هتاخد تجربه الوان افضل مع سطوع شاشه عالي مع حجم اكبر. تقريبا احنا كده دخلنا في مود الكاميرات، ودي تقريبا نقطه من اهم النقط اللي احنا بنستناها في اي ايفون جديد. في الايفون 15 العادي والايفون 15 بلس يا باشا بيقول لك هتاخد كاميرا اساسيه بدقه 48 ميجا بكسل. طبعا هتاخد تفاصيل ودقه افضل بالليل، وهيكون فيها تفاصيل اكتر كمان من الايفون 14 وال14 برو ماكس. ال 15 بيديك 24 ميجا بكسل بريزوليوشن عالي، عكس طبعا اللي احنا شفناه في الايفون 14 برو وال14 برو ماكس اللي هم كانوا جايين ب 12 ميجا بكسل. وهنا بيقول لك سنسور ال 48 ميجا بكسل ده لما بيحصل كروب او حاجه زي كده تقدر تاخد صوره 2x كانها اوبتيكال. وال2x هنا مش هيبقى زي الديجيتال العادي، لا بيبقى اكنه اوبتيكال زوم. تقدر تقول في حدثه ثالثه 2x في الكاميرا الاساسيه. في اوبشن جامد برده كنت عايز اكلمك عليه بما اننا بنتكلم يعني عن الكاميرا وكده، وهي انك لو صورت حد صوره عاديه او بالكاميرا الاساسيه بمعنى اخر، وفيما بعد حبيت انك تحولها لبورتريه عادي، تقدر بضغطه زر واحده حرفيا تحولها لبورتريه، وهتقدر طبعا تتعامل مع الفوكس بقى وحاجات كتير كده فاهم. كمان بيقول لك الوان الصوره هتكون افضل، حتى السما هتطلع بشكل افضل السنه دي في الايفون 15 والايفون 15 بلس. كمان تفاصيل البشره هتكون ممتازه فاهم. كمان هناخد، انت ملاحظ اكيد ان كلمه كمان دي اتكررت كتير جدا، بس ده بسبب ان في اضافات وحاجات كتير جدا فاهم. كمان يا باشا هناخد اداء كويس جدا في صور النايت مود ده على حسب كلامهم طبعا. وال15 العادي والبلس هنقدر نصور بورتريه فيهم بالليل عادي، وده طبعا مش متاح لكل الاجهزه، لا هو حصري بس للاجهزه اللي فيها اللايدر سنسور. المهم الايفون 15 العادي والايفون 15 بلس جايين بمعالج 16 بايونيك، وده اللي كان موجود في الايفون 14 برو. ابل بتوعدنا السنه دي ببطاريه تدوم اليوم باكمله. هم ما اتكلموش عليها تقريبا، هي اللقطه دي بس اللي جت. مش عارف الصراحه ابل ما اتكلمتش ليه بشكل تفصيلي عن موضوع البطاريه ده. انا شايف انها حاجه مهمه جدا يعني وما ينفعش يتعمل لها سكيب. الايفون 15 والايفون 15 بلس برضو بيدعموا حاجه اسمها الاسطره وايد باند. ده اوبشن يا باشا هيكون موجود في الايفون 15 العادي والايفون 15 بلس بحيث انك تعرف صاحبك مكانه فين بالظبط، وده طبعا لو صاحبك يعني سمح لك بده ومعاه ايفون زيك فاهم. هتكون بنفس الطريقه طبعا اللي كنت بتوصل بيها الساعه، وده فعلا شيء مبهر جدا ده بالنسبه لي، واكيد هيكون بالنسبه لك مفيد جدا برضه. اخيرا سلسله الايفون 15 نازلين بيو اس بي سي، وده طبعا اللي كنا متوقعينه الفتره اللي فاتت، بالاضافه طبعا للاكسسوارات اللي تقدر من خلالها تشحن موبايلك او تحط محافظ يعني وحاجات كتير كده. فقبل ما ندخل او نتكلم عن الايفون 15 برو والماكس خلونا نتكلم سريعا كده عن اسعار الايفون 15 العادي والبلس. سعر الايفون 15 العادي $800 بمساحه داخليه 128 جيجا، ال 15 بلس $900 128 جيجا مساحه داخليه. اما بقى بالنسبه للايفون 15 برو وال15 برو ماكس ديزاين جديد مميز جدا الصراحه، والفريم خلاص بقى من التيتانيوم، وده هيكل جديد، متانه وقوه وشياكه حرفيا مش طبيعيه. الستانلس ستيل في الايفونات القديمه كانت فعلا شكلها كويس جدا، اكيد مش هنكر حاجه زي كده، بس بمجرد انك تحط كفر للموبايل خلاص شكرا فاهم. الفريم اتخربش وعمل حاجات غريبه، لكن التيتانيوم هو اوريدي مصمم. التيتانيوم فعلا خامه امتن واخف في نفس الوقت. فبالتالي طبعا هتكون ماسكه الايفون 15 برو وال15 برو ماكس هتكون ممتعه جدا. كمان حواف الشاشه يعني قلت شويه عن ال14 برو، واكبر تغير من التغييرات اللي حصلت في الايفون 15 برو والماكس زرار السايلنت. في الاجيال القديمه انت لما كنت بتضغط على الزرار ده او
تفلبه كده فاهم. ما كانش ليه غير وظيفه واحده بس، هو ان يخلي الموبايل بتاعك في الوضع السايلنت او الصامت يعني. فحاليا الوضع اختلف تماما يا معلم، هو بقى زرار حاليا. وطبعا انت لما تستخدم الزرار ده هيديك اكتر من اكشن او اكتر من وظيفه يعني، مع هابتك فيدباك بسيطه ممكن تسجل منها صوت او تاكتف الفلاش. فكره صحيحه جدا من شركه ابل الصراحه، لانها فيها اجراءات في الاضافه دي. بالنسبه للمعالج اللي هيكون في الايفون 15 برو وال15 برو ماكس، هيكون معالج اي 17 برو. ايوه حاليا بقى برو، اللي هو اصلا الايفون 16 بايونيك كان اتقل معالج في الدنيا حرفيا. فتخيل بقى ال 17 برو يا معلم، يعني حاجه كده في قمه الجمدان. ده هيساعد بشكل كبير طبعا ان هو هيديك فيديوز بكواليتي اعلى، وبيساعد كمان في معالجه الصور بشكل كبير، وبيحافظ كمان على بطاريه الموبايل بتاعك. نيجي بقى لنقطه الكاميرات يا معلم، واللي مخلين الايفون 15 برو والايفون 15 برو ماكس في حته ثانيه حرفيا. سنسور جديد كالعاده 48 ميجا بكسل، لكنه سنسور اكبر. ده طبعا هيديك اضاءه كويسه مع تفاصيل كتير في الصوره. حتى في الاضاءه الليليه هيديك فعلا صور مش طبيعيه. هما هنا بيقولوا هتاخد تفاصيل في الاضاءه الليليه واضحه جدا يعني، رغم ان الاضاءه وضع ليلي بقى فاهم. الكاميرا التليفوتو 3 اكس بس بعدسه جديده فاهم، مع عدسه 5 اكس زوم، وده شيء مبهر جدا الصراحه من شركه ابل. مش بنفس قوه السامسونج اكيد، بس ده هتكون احسن كاميرا في اي موبايل بيصور 5 اكس. وطبعا كل المميزات اللي اتكلمنا عنها في الايفون 15 والايفون 15 بلس هتكون موجوده في الاجهزه دي عادي، بس بكل تاكيد البرو والماكس هيكونوا افضل. اما ما اتكلموش في نقطه الشاحن اطلاقا، مش عارف ليه الصراحه، مع ان دي نقطه مهمه جدا بالنسبه لي وبالنسبه لناس تانية كتير اكيد. فبس كده باذن الله لما ينزل هنعرف كل حاجه بشكل تفصيلي عن السلسله دي، اسعارهم بقى 3 4 كيليات كده يا معلم، وده خلاص بقى اللي احنا اتعودنا عليه من شركه ابل. المهم خلينا نتكلم في اسعار الموبايلين دول. الايفون 15 برو ب $1000 128 جيجا مساحه داخليه، وال15 برو ماكس 256 ب $1200. بري اوردر هيبدا من يوم الجمعه باذن الله، وهيكون افيلبل يوم 22 سبتمبر. فبس كده يا معلم، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. بس انت مش هتخسر اي حاجه والله، اعمل لايك، سبسكرايب، بروق عليا زي ما بروق عليك كده فاهم. سلام يا مان.